الصحب والخلان، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة جسور. أنا السيار أعود لكم من جديد. وكأن تركيا على موعد جديد من محاولات انقلابية لا تكاد تنتهي، وكأن هذا موعد ومصير كل بلد مسلم يحاول أن يخطو طريقا نحو الديمقراطية. فرأينا بلادا عربية أخرى وبلادان مسلمة أخرى عندما سلكت طريقا من طرق الديمقراطية عمل الغرب المستحيل من أجل إسقاط النظام فيها وإسقاط التجربة الديمقراطية فيها. أما الأنظمة الدكتاتورية الشمولية فنرى الغرب والدول الغربية والقوى العالمية تحافظ على هذه الأنظمة لأنها بالضرورة تحمي مصالحها. اليوم هناك حديث قوي عن تحركات انقلابية مشبوهة في العاصمة التركية أنقرة وفي عدد من المدن التركية. هذه الحراكات الانقلابية التي ضجت بها وسائل الإعلام التركية المحلية إضافة إلى وسائل إعلام عالمية، أول من أشار إليها هو زعيم الحركة القومية التركي دولة باهتشلي، ثم تحدث عنها عدد من المسؤولين الأتراك، وتم على إثرها اعتقال العشرات وربما المئات من العناصر الموجودين داخل الشرطة. بمعنى هذا هو جهاز الشرطة الذي تمت محاولة تصفيته أو تنظيفه وتطهيره عام 2013 وعام 2014. ها هي محاولة جديدة يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام، بحيث هناك 4 ضباط على الأقل كبار تم توقيفهم من قبل فرقة مكافحة الجرائم الإرهابية في وزارة الداخلية التركية. وعلق وزير الداخلية التركي علي يالكايا على الموضوع قائلا بأن وزارته وأن تركيا لن تسمح بأي محاولة للانقلاب على الحكومة أو على الرئيس أو على البرلمان أو على النظام السياسي، وأنها ستواجه بقوة وسيتم ملاحقة المسؤولين عن هذه المحاولة الانقلابية أو الإساءة لسلطات البلاد ومؤسساتها الحيوية كالبرلمان أو الحكومة أو القضاء أو الشرطة أو ما إلى ذلك. إضافة إلى هذه العملية شنت فرق مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية التركية وفرق الأمن التركية شنت عملية مزدوجة على 62 مدينة أو ولاية تركية تم اعتقال خلالها أكثر من 540 عنصرا من جهاز الشرطة. ما الذي حدث تحديدا؟ الذي حدث أن عناصر متنفذة في جهاز الشرطة وضباط حاولوا الزج بأسماء لشخصيات مقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قضية متعلقة بجولان، وكان الهدف هو حقيقة تشويه سمعتهم. بمعنى كيف حدث عام 2013 قبل 11 عاما بالضبط، عندما تم استدعاء وزراء في حكومة أردوغان بتهم فساد والتحقيق معهم، كان الهدف وقتها هو الإساءة لأردوغان نفسه ولحكومة أردوغان ولحكومة تركيا، بمعنى إسقاط الحكومة من خلال الإساءة إلى الوزراء الذين عينهم أردوغان، وبالتالي خلخلت توازن الحكومة وبالتالي إحداث نوع من الفوضى في البلاد. ما حدث قبل 11 عاما من خلال الإساءة إلى وزراء أردوغان يتم اليوم من خلال الإساءة إلى شخصيات مقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي الإساءة إلى البلاد وإحداث نوع من الفوضى والخلل والبلبلة فيها، وبالتالي هي مقدمات لمحاولة الانقلاب. طبعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إثر ذلك استدعى كل من رئيس الاستخبارات إبراهيم كالن إضافة إلى وزير العدل التركي، وناقش معهم الإجراءات الواجب اتخاذها للتصدي لهذه المحاولة الانقلابية التي تتحدث عنها وسائل الإعلام والتي أشار إليها دولة باهتشلي رئيس الحركة القومية، إضافة إلى وزير الداخلية التركي علي يالكايا، إضافة إلى وسائل الإعلام التي ضجت بهذا الموضوع. وكأن استهداف تركيا لا يتوقف، وكأن محاولات الانقلاب مدعومة ومخططة، ولا يتعب أصحابها ومصمموها وداعموها ومخططوها من محاولة إفشال التجربة التركية من أجل إبقاء تركيا في حالة فوضى دائمة وفي حالة انشغال بترتيب صفها الداخلي، وبالتالي تنشغل عن ما يجري في البلاد العربية والإسلامية الأخرى. بمعنى لعلهم أرادوا إشغال إيران بمقتل الرئيس الإيراني، أو طبعا هناك تحليلات لن نستطيع أن نجزم، لكن الكثير من الدلائل والقرائن تشير إلى أن احتمالية تصفيته هي اغتيال وليس عمل
حادث طبيعي وما إلى ذلك. وهذه الدولة الثانية المهمة أيضا في الشرق الأوسط تركيا، وكأنه يراد لها أن تعيش نفس موضوع الفوضى. البلاد العربية والإسلامية الأخرى لا تخفى عليكم، كل يغرق في مصيبته، من سوريا إلى ليبيا إلى اليمن إلى مصر إلى السودان إلى غيرها من الدول العربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وهذه المنطقة وهذه الشعوب. طابت أوقاتكم والسلام عليكم.